لو انت كنت في علاقة مع شخص وجه الشخص ده قالك احنا لازم نسيب بعض، انا مش قادر اكمل. في البداية لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل متابعة، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك علشان غيرك يستفيد. لو شخص بقى قالك لازم نسيب بعض، انا ما بقتش قادر اكمل، انا اتخنقت من العلاقة دي، وممكن يكون الشخص ده خطيبك او زوجك او حد من المقربين، ساعتها هنا بيحصل للبني ادم نوع من انواع انه بيحس ان روحه بتنسحب وبينهار، وثقته بنفسه كمان بتروح، وبتقعد فترة طويلة قوي عشان ترجع له ثقته بنفسه دي. هنا بقى لازم تعمل حاجة اسمها مسافة الأمان. إيه هي مسافة الأمان دي؟ مسافة الأمان دي مسافة حماية لنفسك ولقلبك إنه ما يتعرضش للجرح أو خذلان أو عدم ثقة في الناس بعد إنهاء التجربة دي. مسافة الأمان دي إنك وإنت مع الشخص في أثناء العلاقة أنت بتبقى متوقع منه إن هو بشر، ممكن يغلط، ممكن في يوم من الأيام يسيبك ويتخلى عنك، ممكن يحب واحدة غيرك الصبح، أو حضرتك كمان تسيبيه وتطلبي الطلاق وتبقي مع شخص تاني غيره. مسافة الأمان دي بتعلمك إن العلاقات ما فيهاش دوام، مفيش حاجة موجودة على وجه الأرض دائمة، الدائم هو الله فقط. فأنت لازم تتعلم مسافة الأمان دي، مسافة بتبقى جوه نفسك، بتقول كده من جواك الشخص هو ممكن يغلط، ما كلنا بنغلط يعني، ممكن في يوم من الايام يغدر، ممكن في يوم من الايام يكذب، ممكن في يوم من الايام يحصل له اي نوع من انواع التقلبات البشريه لانه مش ملاك. ومعظم الناس اللي ما عملوش مسافه الامان دي وثقوا قوي في الاشخاص اللي حواليهم، كلهم للاسف انخذلوا، لان اللي معاك ده بشر، وارد ان هو يغلط في يوم من الايام، هو مش ملاك. لكن مسافة الأمان تحميك قوي 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 من إنك يحصل لك أي انهيار. لو الشخص رحل ومشي أنت في أمان، لأن أنت متوقع إنه ممكن يعمل كده في يوم من الأيام. الحاجة التانية، ما تسيبش نفسك للذكريات، بمعنى إن الشخص بقى تقعد تفكر وتبقى هيمان وسرحان في الذكريات، ورحنا هنا وجينا هنا وعملنا هنا وتقعد تعيط. ما ينفعش، لازم تقوم تحدد أهداف لنفسك وتشتغل عليها. اشتغل وطور من نفسك على قد ما تقدر، ما تسيبش ايامك كلها قاعد تبكي على الاطلال وتبكي على الذكريات والايام الحلوه والكلام الحلو والصور الحلوه والتشاتنج الحلو والفيديوهات الحلوه والاغاني الحلوه. ايه ده؟ كده عمرك ما هتتخطى ابدا الموضوع ده وهتفضل تعبان. رقم 3، زي ما انت بتفتكر الذكريات الحلوه افتكر الحاجات الوحشه. ايوه، لانه كان شخص فيه ايام وحشه كتير انت عشت فيها بسببه، في حاجات كتير هو عملها معاك انت ما كنتش متقبلها وكنت تعبان بسببه. زي ما انت بتفتكر ده افتكر الوحش. العقل لما بيفتكر الوحش بتاع البني ادم بيقدر يتخطاه بسهولة، لانه بيقعد يقول لنفسه وانا كنت هكمل مع الشخص ده ازاي، هو الحياة كانت هتمشي ما بيننا ازاي طول ما هو في الاخلاق اللي مش كويسة دي. هو العقل بيقعد يجيب لك الذكريات الحلوة عشان تقعد تعيط، لكن انت افتكر الذكريات الوحشة، افتكر لما كان بيسيبك ويبيعك ويغدر، افتكر الايام الوحشه والصفات الوحشه اللي كانت بتطلع منه. تلاقي نفسك فقت وبدات تنتبه، ايه اللي انا بودي نفسي فيه، وانا بعيط على ايه؟ على شويه ايام كانت حلوه، طبيعي الدنيا فيها ايام حلوه وايام وحشه. فلو شخص قالك انا عايز اسيبك مش قادر اكمل، اعمل الثلاث حاجات دول وهتتخطاه مع الوقت.